ايه رأيك في دايون 26؟ طيب، هو انا عموما عشان برضك اكون واضح مع الناس، انا مش فني، يعني مش ميكانيكي يعني. بس عندي خبرة كبيرة في ركوب الموتوسيكلات. يعني انا خلال ال 12 سنة اللي فاتوا دول كان معايا حوالي 7 موتوسيكلات تقريبا. من اول كان معايا جيت 4، وكان معايا بعد الجيت 4 كان معايا فيدل 2 سكوتر، وبعد الفيدل 2 جبت حلاوة تايجر. وده من اكتر الموتوسيكلات يعني اللي ربنا كرمني فيها برزق كويس جدا، كنت بحبه جدا الحلاوة التايجر ده. وبعدها بنيلي في ال ار، اللي هو السبورت المساعد الواحد. وبصراحة الموتوسيكل ده كان من اكتر الموتوسيكلات احب الى قلبي يعني، ونفسي اجيبه تاني بصراحة. وبعد البنيلي جبت الدايو 40، وهوجن 200، هوجن 4 اللي هي ال 200 سي سي، وداين 4 ال 200 سي سي. يعني كان اخر حاجه كان معايا الداين ال 40 والهوجن ال 4 ال 200 سي سي، والداين ال 4 ال 150، والداين ال 4 150. ولسه بايع من قريب الهوجن ال 200، مخلي عندي لسه دلوقتي الداير ال 40 والداير ال 4. تمام. إيه، انا هقول نصايح عامه لاي حد عاوز يشتري، عشان بس ايه الناس ما تحتارش، عشان برضك هو كل فتره بيتغير المنتشر واللي موجود. انت دلوقتي هتشتري موتوسيكل او حتى عربيه، يعني برضك انا العربيات قعدت فتره جربت يعني كان عندي 3 عربيات، فالموضوع عندي خبره في شراء وبيع العربيات. انت دلوقتي هتشتري موتوسيكل، شوف المنتشر عندك في المنطقه او المحافظه اللي انت فيها. يعني اللي منتشر في القاهره غير الاسكندريه، غير الجيزه، غير المحافظات او الارياف. فيعني كل مكان وفي حاجه ليه بقى. دلوقتي الموتوسيكل ده منتشر، فطبيعي هيبقى فيه طلب على قطع الغيار بتاعته كتير في المكان اللي انت فيه، فالتجار لما يلاقوا طلب كبير هيبدأ يوفر البتاع دي. بالظبط زي يعني ايه لما تيجي تروح السوبر ماركت، مفيش سوبر ماركت مفهوش مثلا لبن او بيض او جبنة تركي. الحاجات دي مستحيل تقريبا تلاقي سوبر ماركت مش موجودة فيه. ليه؟ عشان الحاجات دي عليها طلب كتير، فطبيعي ان كل صاحب محل بيوفرها. نفس الكلام بالنسبة للموتوسيكلات، طالما انت الحاجة دي منتشرة جامد وعليها طلب، اكيد التجار هتوفر قطع غيارها، وفي الغالب هتكون قطع غيارها رخيصه، لان برضك الوكيل بتاعها هيلاقي طلب على قطع الغيار، فهيبدا يوفر هو كمان قطع الغيار. لما يجي يستورد المكن هيستورد معاه قطع الغيار. حاجه تانية طبعا، لو الحاجه دي منتشره عندك في المنطقه اللي انت فيها، فطبيعي ان الميكانيكيه هم كمان هيمر عليهم يشتغلوا كتير في النوعيه دي، فهيبقى عنده خبره وفاهم اعطالها وفاهم عيوبها. ولو فيها مثلا عيب صعب شويه هيبدا عنده هو كمان خبره